اتعملت دخله في الملاعب كده، فعملت الدخله صوره نصها سلمان والنص الاخر ترامب. قال لك عملتين وجهين لعمله واحده. وجهين لعمله واحده. صوره سلمان وترامب، يعني بص الوش مقسوم نصين حقيقه. والراجل المحلل الاولاني الشهري ما كدبش، قال لك ده الغرب هو اللي بيختار، والجمهور الجزائري عرف الغرب بيختار ايه والوضع عامل ايه. الصوره دي عملت ازمه كبيره وخلت السعوديه تحتج رسميا على هذه الصوره، زي ما بيقول موقع روسيا اليوم. السعوديه تعتزم الرد على اهانه الملك سلمان من قبل مشجعين في الجزائر بالصور. حقيقه يعني هي الصدفه اللي جمعت انه اللي بيقود المليار ونص في بلد المليون ونص شهيد. حقيقه النهارده عملوا الحكايه دي. سبحان الله، قال لك بيقود مليار ونص. السعوديه اعلنت غضبها رغم ان الشيخ السديس امام الحرس المكي كان لسه قايل من 3 شهور بس ان امريكا والسعوديه هم قطبي العالم وبيقودوه الان. فالجمهور الجزائري استنتج الحقيقه دي من كلام السديس حقيقه، وكثير من المشاهد اللي في الفتره الاخيره خصوصا بعد قرار القدس الناس بدات تشوف. اسمع السديس كده. مجددا إلى وقائع مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد حاليا في نيويورك مع أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولا سيما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الظروف التي تحتاج الإنسانية كلها والبشرية جمعاء إلى إحقاق الأمن والسلم الدوليين وإلى مكافحة الإرهاب والتطرف. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام. ننتقل مجددا، ننتقل إن شاء الله كلنا مجددا. الحقيقة أعتقد أن حضرتك من واقع يعني متابعتنا اللي بتشرفنا بيها فترات طويلة قدرنا ازاي نخليك تعرف تصطاد المانفيستو او التعليمات اللي بتكون متعممة من الجهات الأمنية، الناس تقرر تقول ايه. فواضح ان الجمل دي بتكرر بعمد وبإصرار وبتعليمات واضحة من الأجهزة الأمنية، وكله بينفذ التعليمات من أول إمام الحرم لحد الشهري. تخيل انت الطابور عامل ازاي.